اهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. تعالوا نعمل معايا كوبايتين من السكر، معايا كوبايه ونص من الميه وكوبايتين من السكر. حطيتهم على النار كده لحد ما يدوب يكون شربات. وبعد كده معانا كوبايه الا ربع من النشا وكوبايه ميه هندوبهم، وبعد كده ننزل بيهم على الملبن بتاعنا. هنا اول حاجه نسيب كده السكر تماما يدوب معانا لحد ما يكون شربات. وهنا خلاص الشربات ابتدى يغلي معانا. كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، وهنا معايا كوبايه الا ربع من النشا، عليهم كوبايه من الميه البارده. هندوب نشا مع الميه. انزلي كده بكوبايه الميه كده كلها لحد ما تدوبي النشا تماما. عسل دلوكوز في اماكن كتيره مش متوفر فيها العسل الدلوكوز او العسل الابيض. احنا هنعمله بمكونات بسيطه جدا عندنا في البيت، نقدر نعمله بكل سهوله. هنا نتاكد ان احنا دوبنا تماما النشا بتاعنا. هنا خلاص معايا النشا دوبته تماما. اهم حاجه ما يكونش فيه نشا فيه تكتلات، هيبوظ معاكي الوصفه تماما. هنا هنقلب النشا كده تقليب مستمر. النشا ما يكلكعش معانا، احنا عايزين الحاجه كده المواد بتاعتنا تكون كلها كده مع بعض، تدوب كلها كده مع بعض. ده هياخد معايا قد ايه على النار؟ هياخد في حدود يعني معاكي من 40 دقيقه ل 50 دقيقه على نار هاديه. وعندنا لسه في كوباية من السكر هننزل بيها في الاخر خالص لحد ما معانا الوصفة تتقل معانا كده. احنا بنقلب لحد ما النشا يتماسك مع السكر كده مع الشربات بتاعنا خالص، مهدين عليه النار تماما. ايدك مستان ما يشطش معاكي من تحت، يلزق معاكي ويكون مش حلو خالص. لازم مستمر، تحريك مستمر دايما علشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة والحاجة تطلع معاكي ممتازة ان شاء الله. نبوي، كل سنة وحضراتكم طيبين. وهنعمل كده حلويات بسيطة في البيت بدل ما تكلفي نفسك وتجيبي الاسعار غالية جدا جدا. يعني الحاجات بجد بره اسعار خيالية، فاعمليها في البيت ومظبوطة ان شاء الله. هتجربيها هتعجبك كتير. كده خلاص احنا هنهدي كده النار تماما. شايفين النشا مع السكر بيعمل ازاي؟ رشة من ملح الليمون علشان كده في حدود 20 دقيقة. هيعدي عليا 20 دقيقة هنزل بالتدريج بكوباية من السكر، هنزل عليها بالتدريج مش كلها مرة واحدة. شايفين النشا معايا رشة من الملح الليمون مهم جدا علشان ما تسكرش معايا الملبن بتاعنا، يكون فيه حبيبات من السكر. فاحنا حتى لو قعد معانا فترة طويلة مش معانا من الكريستالات بتاعة السكر. هنا خلاص بعد حوالي حدود 10 دقايق هننزل بكوباية السكر اللي احنا قلنا عليها. هننزل بالتدريج، هنزل نص كوباية الأول لحد ما تدوب معايا. هنزل بالنص كوباية التانية. مش هتقولوا طبعا ان السكر كتير قوي، لا السكر مش كتير وهيطلع معاكي القوام مظبوط وحلو جدا. هنا بنقلب السكر، قلبي السكر لحد ما تحسي ان السكر داب تماما. قلبي، متقلقيش السكر مش كتير ولا حاجة، هيطلع معاكي في الاخر مظبوط جدا. امشي بس على نفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها ان شاء الله هتطلع معاكي المقادير مظبوطة جدا. هنا مهديين النار تماما علشان معايا النشا ما يشطش معايا من تحت وتلاقيه اتلسع معايا. احنا عايزين كل المقادير بتاعتنا تمشي مظبوطه جدا. لو عندك سكر تومين اشتغلي بيه تماما ما فيهوش اي مشاكل. معاكي بتاع التومين لو عندك اشتغلي بيه ما فيهوش اي مشاكل. هنا خلاص شايفين السكر ابتدى خلاص داب معايا اصلا. هنا مهديين النار وايدنا دايما في الملبن بتاعنا ما ننساهوش ونعمل حاجه ونرجع تاني تلاقي الحاجه معايا باظت. لا، طول ما انت هتعملي ملبن خليكي واقفه قباله كده في حركه مستمره كده، خليكي دايما بالتقليب مستمر. انا نص كوبايه من السكر لها، انا خدت بس نص كوبايه من السكر كله. هنزل بيه النص كوبايه التانية، يعني خد معايا في حدود كوبايه سكر. يعني كوبايه سكر في الاول خد كوبايتين سكر، والتاني مرحله خد كده معايا كوبايه من السكر. لو مرحلتين بيتقل. شايفه عامل ازاي؟ حلو جدا.
خلاص معايا الملبن تقل معايا، خلاص عدى كده ال40 دقيقة. شايفين هنا اعرفوا ازاي ان هو كده استوى، بقي معايا تمام. مش هلاقي كل ما ابعد كده، شايفين اللبن بتاعي بيتجمع في حتة واحدة ما بيرجعش تاني بتاعتي او في الحلة بتاعتي اللي انا عاملة فيها. هنا خلاص، وشايفين تقل معايا كل القوام بتاعه. شايفين كل ما بسيبه كده بيتقل معايا. خلاص كده بقي معايا التقل تمام. هنا هنزل بمعلقة من السمنة او من الزبدة او من الزيت كده تمام. شايفين مقاديرنا بسيطة جدا. خلاص كده خلصنا الملبن بتاعنا. هنعمل هنا الملبن بطريقتين او بثلاثة كمان. يعني هاخد نصه كده اعمله دمية الملبن الاحمر، وهعمل النص التاني هسيبه ابيض زي ما هو كده. وهنعمل كمان الحبل من غير عين جمل. احنا عارفين ان بيكون بعين جمل، بس احنا هنعمله طبعا عين الجمل غالي جدا. بنتأقلم على الحاجة اللي احنا عندنا في البيت نقدر نعملها. هنا خلاص لحد ما اقلب كده، لحد ما اشوف كده اختفى معايا السمنة او الزبدة اللي معايا. شايفين انا مش قادرة احركه من تقله. خلاص كده تقل معايا. خد معايا ال40 دقيقة على نار هادية. مهمة جدا ان انت تشتغلي على نار هادية مش نار عالية. لو نار عالية هتلاقي الوصفة معاكي باظت خالص، لان احنا شغالين على نار هادية. وما تستعجليش عليه يعني تقول هعلي عليه النار واخلص، لا. لو عملتي كده هتلاقي الوصفه معاكي الملبن باظ معاكي خالص. هنا شايفين التقل بتاع الملبن بتاعي خلاص كده بقي تمام جدا. شايفين هنا انا كده في الطاسه بتاعتي، شايفين وشايفين توكن. هنا انزل بالفانيليا او بميه ورد او بميه زهر لو الحابه تحطيه. انا هنا هحط فانيليا، ما عنديش ميه زهر. هنا نقطه بسيطه مش كتير. اخر حاجه هنزل بيها كده، اخر حاجه نزلت بيها هي الفانيليا السايله. ممكن ما تحطيش حاجه خالص كده. خلاص هنا خلاص معايا الصينيه او اي حاجه معاكي عايزه تحطيها اي فورمه. هنا معايا اول حاجه دهنتها بمسحه زيت بسيطه في الصينيه. هنا هنزل بالكميه اللي انت عايزاها، يعني ممكن اعمل نصها، ممكن كده. خلاص بالخضار اللي احنا بنخزن فيه فول سوداني من الملبن بتاعنا كده. هي اللي انا خدتها نص كده الكميه يعني كده بسيطه خالص. معايا الفول السوداني بتاعي هعمله بسيطة. وبعد كده هعمل ايه، هلف. شايفين كده اظبطه كده بايدي واسيبه يتجمد خالص. سيبه كده يتجمد في الملبن بتاعنا. شايفين شكله الملبن بتاعي. هنا حطيت معلقه من الجيلاتينه، معلقه صغيره مليانه، وحطيت عليها معلقتين من الميه، ويدوبك دفتها كده على النار تدفيه بسيطه زي ما انت شايفه كده. وهحط على النار الجل او البودر الجيلاتينه كده باللون الاحمر حسب. وهقلب تقليب كده، اللون تحفه. مش هزود اللون. اللي بالسوداني شايفين شكله. وهنا خلاص انا طافيه على النار. مهم جدا ان انت اخر حاجه بتنزلي بيها هي الفانيليا، علشان اخر حاجه لو سبتيها على النار هتلاقيها لونها طعمها مرر معاكي. فخلي بالك ما تحط اخر حاجه هتنزلي بيها هتكون خلاص طفيتي النار هي الفانيليا. قلبي، انا طافيه النار تماما. يلا بينا نصب. حاطه فيه زيت، ما ينفعش احطه على النشا عشان النشا هتديني هتضيع اللون الحلو بتاعنا ده. لازم تدهنيها زيت حلو جدا. وانزلي التلاجة لحد ما يتماسك معايا ساعة ساعتين. انا دهنت هنا الوش دهنة بسيطة من الزيت. هي خلاص ابتدت تمسك معايا. هنا نشوف الاختراع بعد ما قعد معانا حوالي ساعة. كل ما تقعديه افضل طبعا، بس انا قعدته ساعة كده. عايزة اشوف كده الاختراع بتاعنا الجميل. هنا اول حاجة هنا نلفه كده بحبة نشا. هو خلاص كده بقى معانا حلو جدا، بس ممكن نحط له رشة بسيطة كده من النشا عشان هو مش بيلزق. شايفين الجمال من النشا علشان هو مش بيلزق، بس يعني عشان ما يلزقش كده في ايدينا كده. شايفين الجمال. تعالي كده نقطع مع بعض كده. شايفين الجمال من جوه. هنا شايفين من جوه عامل ازاي، بجد حلو جدا. شايفين المطه بتاعت شايفين بتاعت الملبن، هو ده اللي احنا عايزينه.
مش الملبن اللي تقطعيه كده تلاقيه بيقطم معاكي، لا لما مطش معاكي كده تعرفي هو الجميل. هنا التحفه بجد يعني. عملته بصراحه انا ما شفتش حد قبل كده عامله. شايفين؟ تحفه تحفه. ممكن نقطعه كده بالعرض. شايفين الجمال؟ عين الجمل عملنا بديل حلو جدا، شكله تحفة جدا وطعمه جميل جدا. الملبن بيطلع معايا بكل سهولة، وكمان لسه يعني كل ما بتسيبيه افضل. الملبن معاكي شايفين ناجح ازاي. هنا ادهني السكينة بالنشا او زيت. يلا بينا كده نقطع الملبن بتاعنا الجميل. شايفين من جوه تحفة؟ شايفين بيتمط ازاي؟ شايفين كده؟ ده كده الصح. لكن اللي تلاقيه اتقطم معاكي لا مش صح. شايفين؟ شايفين؟ الله على الجمال. شايفين الملبن تحفة. 3 وصفات احلى من بعض. احلى ملبن بجد تعمليه. شايفين؟ شايفين من جوه عامل ازاي؟ شايفين كده؟ يعني حلو قوي قوي، جربوه. شايفين من جوه اللون تحفة، واخد السوا مظبوط جدا، لون تحفة. شايفين ما لزقتش معانا. بقى تعمليها مكعبات صغيرة، تعمليها كبيرة يعني. شايفين؟ شايفين المطة اهي. المطة دي هي مهمة جدا، لو قطعت معاكي تعرفي اني مش مظبوطة. شايفين المطة اهي. هو ده اللي احنا عايزينه في الملبن الاحمر، تحفة. شايفين مظبوطة جدا. في فرحي حبايبك وجيرانك بحاجات بسيطة. الحاجة طلعت مظبوطة بالظبط، وكمان عملنا الحاجة الحلوة جدا اللي انا مبسوطة منها، اللي انا بجد عملتها. يمكن ده فكرة كده انا واقفة يعني. الاولاد كانوا عايزين اللي بالعين الجمل، طبعا غالية جدا، فعملنا حاجة كده برضو طعمها حلو جدا جدا بجد. طعمها يمكن احلى من عين الجمل. الفول السوداني ليه طعم قوي، فطعمها حلو قوي، وجربوها هتعجبكم كتير جدا. وحلاوتها بجد تحفة جدا. شايفين شكلها تحفة تحفة جدا. وهنا اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكلاتنا كلها بسيطه اقتصاديه على قد الايد. بنبسط الحاجه، ما بنخليش نعقد الحاجه. يعني لو بنوته صغيره تقدر تشتغل بيه الحاجه البسيطه بتاعتنا. وان شاء الله تعملوها. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير.